السلام عليكم ورحمة الله. لو عايزة تاكلي فول مزبد ولونه تحفة كده وأحمر، وكمان حبة الفول دايبة والمية بتاعته قوامها حلو كده وتقيل وطعمه حلو جدا، والحباية بتدوب كده دوبان، وفي نفس الوقت القشرة متماسكة مش واقعة من عليها. يبقى تفضلي معايا للآخر علشان تعرفي كل تركات وتفاصيل الفول الزبدة اللي احنا شايفينه ده. هنبتدي اول حاجة يا حبايبي نجيب الفول بتاعنا المدمس، تكون حبة نوعها كويس كده وتكون لونها فاتح. نبتدي ننقيه كويس ونغسله غسلة كويسة وننقعه ليلة كاملة. نقع الفول حاجة مهمة جدا، يعني زي البقوليات كلها بشكل عام، بنقعه لحد ما الحبة تبقى فاتحة كده، وفي نفس الوقت تروح من عليها اي كرمشة. شايفين معايا الفول فتح وبقى لونه تحفة ازاي؟ الليلة كاملة او اقل حاجة 8 ساعات. بعد كده هجيب بقى الحاجة اللي هعمله فيها. انا هعمله النهاردة في الدماسة او الفوالة او القدرة على حسب ما بتسموها، وابتدي انزل بالفول بتاعي كده بسم الله. في القدرة أنا هعمل نص كيلو، وأنا القدرة بتاعتي يدوب على قد النص كيلو. هغمره بالمية بالكامل، يعني هحط له كده مية باردة عادية جدا من الفلتر، مش مية مغلية ولا حاجة. وأبدأ كده بسم الله لحد إيه، أسيب حوالي بس 2 سنتي علشان المية لما تغلي ما يفرش الفول مني على البوتاجاز. المكون الوحيد اللي أنا هضيفه النهاردة هو نص ليمونة علشان الفول بتاعي ما يتأكسدش. مش هضيف بقى اي مكونات خزعبلية، لا عدس ولا جزر ولا بصل ولا طماطم ولا اي حاجة. وهنشوف مع بعض نتيجة تحفة للفول بتاعنا. الفول بتاعي زي ما احنا شايفين اللهم بارك، بعد ما غلي كده حوالي ربع ساعة على النار، هديت عليه النار. شايفين اللهم بارك اول ما بيغلي بيبتدي يخرج لون فاتح كده وجميل من قلب الفول. وهبتدي اهدي النار واغطي عليه واكمره. تاني سر من اسرار الفول ان احنا لازم نكون جنبنا دايما حاجة بتغلي، علشان لو حبينا نزود الفول نضيف ليه مية مغلية. ممنوع منعا باتا نضيف مية باردة على الفول، لان دي اول حاجة بتخلي الفول يسود معايا، واحنا مش عايزين الفول يسود ولا يتأكسد. في نفس الوقت بيفضل يغلي زي ما احنا شايفين كده، ومش يبدأ من الاول غليان فيتأكسد معايا. شايفين اللهم بارك الفول على طول لونه فاتح ازاي، المية بتاعته رايقة، مفيش فيها اي شوائب، علشان احنا نقعنا الفول نقعة صح من بالليل للصبح. وكمان الفول ابتدى يدخل معايا في التسوية اللهم بارك. شايفين الفولة ابتدت تفتح كده، شايفين الدوبان اللي احنا شايفينه ده اللهم بارك. في نفس الوقت القشرة متماسكة على حبة الفول ولونه تحفة جدا جدا. احنا ما حطيناش اي مكونات غريبة على الفول، كل اللي احنا بنعمله احنا نقعنا الفول. دي اول خطوة مهمة جدا. تاني حاجة بنزود الفول مية مغلية، وبأكد على القصة دي. خلاص الفول بتاعنا استوى تماما. هنضيف بقى اضافتين بساط جدا هيودوا الفول بتاعنا في حتة تانية خالص، هيخلوا لون الفول بتاعنا لون فول العربيات. عندي نص معلقة من معجون الطماطم او الصلصة الجاهزة، نزلت عليها بمعلقة من النشا ورشة خفيفة جدا من بودرة الزعفران، وهبتدي انزل عليهم بحوالي 3 معالق من المية عادي جدا. وابتدي اقلب المكونات البسيطة دي اللي موجودة في كل بيت. يبقى الخليط اللي انا هحطه على الفول علشان اخد منه لون وطعم وقوام حلو جدا زي فول العربيات بالظبط، هو نص معلقة من الصلصة الجاهزة مع معلقة من النشا مع رشة خفيفة جدا من بودرة الزعفران. ولو مش متوفر عندك ممكن تستغني عنه، وممكن تحطي بديل ليه رشة من الكركم. هبتدي اقلب الفول وهوريكم قد ايه الفول مستوي معايا، وهوريكم كمان لون المية بتاعت الفول قبل ما اضيف الاضافات اللي انا هضيفها. شايفين الفول مستوي، وده لون المية اللهم بارك، فاتحة وخفيفة. وركزوا معايا في التفاصيل دي علشان بعد ما نضيف الإضافات هنشوف شكل تاني خالص. هنسمي بالرحمن وننزل بالخليط اللي أنا عملته معاكم، اللي هو نص معلقة من الصلصة الجاهزة، على معلقة من النشا، على طرف المعلقة كده من بودرة الزعفران. هسيبه حوالي ربع ساعة على نار هادية ونرجع نشوف الفول اللهم بارك. شايفين التغيير اللي قدامنا ده؟ شايفين اللون؟
التحفة اللي أخدوا الفول بتاعنا. شايفين القوام بتاع المية بتاعت الفول؟ القوام بتاع المية تقل معايا زي ما احنا شايفين، وكمان لون الفول أخد اللون الأحمر الجميل الخطير اللي احنا شايفينه، والمية تقلت كده وبقت جميلة جدا. والفول بيفضل معايا لو قعدتيه 3-4 شهور في التلاجة في الفريزر، بيفضل باللون الأحمر ده. أوعدك هتشوفي اللون ده لو قعد الفول معاكي 6 شهور في التلاجة هيطلع باللون التحفة ده. عن تجربة أنا بعمل الفول باستمرار بالشكل ده، بيطلع معايا قوام ولون وطعم خطير بدون أي إضافات ولا تكاليف زيادة. لا بضيف عدس ولا جزر ولا بصل ولا طماطم ولا أي حاجة، هي نص ليمونة في بداية التسوية، والخليط اللي عملناه مع بعض من النشا مع معلقة الصلصة أو نص معلقة الصلصة على حسب الكمية اللي انتي عاملاها، مع الرشة البسيطة جدا من بودرة الزعفران أو الكركم. لو ده مش متاح ممكن تبدليه بده. كده الفول بتاعنا اللهم بارك بقى دايب دوبان وقوامه حلو جدا، لونه تحفة يفتح النفس. تقدري كده تطلعي من القدرة أو الفوالة بتاعتك في الطبق وتحطي زيت وكمون وتاكلي أحلى فول مزبد وطعمه خطير. اللهم بارك. انا بعمل القصة دي باستمرار والفول معايا ما بيغيرش لون. انا سبته هدي معايا كده في الفوالة، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. طبعا عشان تروحي تشتري شوية فول كده لأولادك وتعملي فطار الصبح للمدارس، عايزالك ب25-30 جنيه، لان يدوب الكبشة الفول بقت ب10 جنيه. فليه ما نعملوش في البيت واحنا نقدر نعمله بنظافة وطعامة ولون وقوام فول العربيات، ويطلع معانا باللون التحفة الزبدة ده. في نفس الوقت القشرة متماسكة ما وقعتش من على الفول، وكمان تبقي متأكدة ان انت بتعملي حاجة نظيفة لأولادك وصحية وزي الفل، وكمان اقتصادية بشكل كبير. هنبتدي نجيب بقى الأكياس بتاع التفريز ونغلف الفول بتاعنا وندخله الفريزر بعد ما يكون برد تماما، وتبقي تطلعي بقى الكيس مع التحابيش بتاعتك وتعمليه بالطريقة اللي انتي بتحبيها. وهبتدي اوريكم كمان الفول كده بالكامل، هنسمي بالرحمن. شايفين جماله؟ اللهم بارك. وننزل بيه كده في البولة بتاعتنا على لونه الجميل وعلى قوامه وعلى التسبيدة بتاعته. شايفين حتى القدرة بتاعتي مش لازق فيها ولا حبة فول من جماله، علشان مسوياه على نار هادية على شمعة، وفي نفس الوقت ما طولش اكتر من ساعة. لا هتخلصي انبوبة الغاز ولا هتستهلكي كتير، علشان انتي نقعاه النقعة الصح ومسوياه بطريقة الصح. ده النهاردة كان الفيديو بتاعنا عن الفول المدمس المزبد اللي بيدوب دوبان زي ما احنا شايفين، عامل زي المشمش. لازم تجربي الفول بالطريقة اللي انا بعمله بيها دي، سهل جدا وما بيطولش معاكي على النار، وبيديكي نتيجة تحفة زي ما انتي شايفة. لون حلو وقوام ممتاز وبيدوب دوبان، مش مستحمل الشوكة زي ما احنا شايفين. واعملي حاجتك في البيت بمنتهى النظافة، وكمان تبقي مطمنة انتي بتأكلي ايه لعيلتك. اتمنى تكوني شفتي الفيديو معايا ما قطعتش منه ولا تفصيلة، وقلت لكم كل اسرار الفول بتاع العربيات. لو وصلتوا معايا لحد هنا واستفدتوا من الفيديو، يا ريت تدعموني بلايك وشير وكومنت حلو زيكم. وإن شاء الله نتقابل في فيديوهات كتير حلوة ومميزة، وأشوفكم على خير، وأستودعكم عناية الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في حفظ الله.